الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. سلام على شهدائنا البررة، تحية لأبطال سوريا الصامدون الصابرون المرابطون المصابرون، تحية إكبار وإجلال لأسرانا في زنازين التعذيب والقهر والتنكيل، ولجرحانا ولكل مصاب في سوريا وما أكثرهم وما أكثرهن هذه الأيام. سلام على المهجرين والمهاجرين والنازحين، سلام على ثوارنا الأبطال والذين أعادوا لنا كرامتنا وحريتنا وإنسانيتنا بعد أن اغتصبها وحرمنا منها لنصف قرن عصابات وقد استمعتم إلى الآيات الكريمة التي تلاها علينا أخونا الحبيب من داخل سوريا من مسجد بني أمية، حيث قرأ: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وسنة الله سبحانه وتعالى قاضية في أنه إذا تحقق أمران فإنه لا محالة للهلاك والزوال: الطغيان والاستبداد والدكتاتورية، وهذه حضراتكم ترونها في سوريا في ظل نظام بشار الأسد، وكذلك قبله والده. ثم بعد ذلك الشرط الثاني الفساد المالي والجنسي والإداري وغير ذلك، وهذا أيضا مشاهد في هذه الدولة الفاسدة. وحينما يتوافر الشرطان فإن سنة الله سبحانه وتعالى قاضية في هؤلاء الظلمة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر، حيث تبدأ بكلمة الفجر والقسم بالفجر للاستدلال بأن الفجر قريب، وأن الفجر يأتي بعد الظلام، كذلك يأتي النصر بعد الظلم والظلام من هؤلاء الظلمة. والفجر وليال عشر، ثم بعد ذلك يتحدث عن هؤلاء الظلمة الذين عاثوا في الأرض فسادا وأظلموا الدنيا، ويتحدث ثم يأتي بهذه السنة: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك مباشرة بفاء التعقيب التي هي مباشرة تأتي وليس للتراخي، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وإذا قرأنا القرآن الكريم العين والله العين والشهداء يوميا، وهي يلا وهي يلا، وحياهم حياهم وحياهم محلاهم. جنود مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذاك. قال: عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه، يجتبي إليه خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، فإن الله قد توكل لي بالشام وأهله. معاقل جيوش الإسلام في المستقبل ثلاثة أقاليم: الشام واليمن والعراق، ورأيتم بوادر ذلك وأفضلها الشام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، لقد زرت مخيمات اللاجئين على الحدود التركية السورية، ولم أرى أي جمعية عربية أو إسلامية في الموقع، فيا للأسف أين المسلمون من إخوانهم؟ إخواني، المأساة كبيرة،
صحيح أن اللاجئين في مخيماتهم يحتاجون حاجة كبيرة وكثيرة، لكن الحاجة أكبر والمأساة أكبر في الداخل. جرحى كثيرون يحتاجون للعلاج. أضرب لكم بعض الأمثلة. أحد الجرحى استغرق 10 أيام في الوصول إلى الحدود التركية لتلقي العلاج وقد تعفن جرحه. هذا مثال من الأمثلة الكثيرة.